وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قائمة الشباب الوطني هنبني الوطن 2030 استعدوا لأضخم حدث شبابي وطني في قلب القاهرة. انضموا إلينا في احتفالية تدشين قائمة الشباب الوطني هنبني الوطن التي ستقام في قاعة المنارة للمؤتمرات الدولية التجمع الخامس. كونوا جزءا من لحظة تاريخية حيث يجتمع الشباب المبدع من مختلف أنحاء الوطن للاحتفال بروح الإبداع والابتكار والنهوض بوطننا الحبيب. هذا الحدث ليس مجرد تجمع بل انطلاقة نحو مستقبل مشرق يقوده الشباب الطموح والرؤية الواضحة. التاريخ 22/11/2024. المكان قاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. استعدوا للقاء ملهمين واكتساب تجارب جديدة وتشكيل صداقات وعلاقات تعزز من طاقتنا الجماعية. كن جزءا من التغيير واصنع بصمتك في هذا الحدث الرائع. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا مكانكم الآن. قدم النائب محمد خالد القاضي طلب إحاطة إلى السيد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب استنادا وعملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس. أتقدم بطلب الإحاطة التالي موجها إلى وزير التضامن الاجتماعي بشأن قصور آليات الرقابة على عمل جمعيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. قرى الريف المصري مملوءة بوقائع حول جمعيات توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهناك أسر باعت كل ما تملك لسداد القروض وإعبائها بعد ما خدعهم المندوبون بأنها منخفضة الفائدة وميسرة، مع العلم أن أغلب من يتم تمويلهم يعانون الأمية، والتمويل المرصود للمشروع أو الحرفة المتفق عليها يتم توظيفه الزوج الابنة أو الابن لتبدأ كرة الثلج في التضخم وسلسلة الديون في التزايد، ويصبح العميل إما في السجن أو أمام فقد منزله، وكل ما يملك نتيجة قرار غير مدروس تم الترويج له على نحو يخالف الحقيقة. فقد حادت الجمعيات التي توفر أنشطة تمويل لمشروعات صغيرة ومتوسطة عن هدفها الرئيسي في توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للشباب، وقامت بتوفير تمويل للشريحة من العملاء ليس لديها أي خبرات أو مقومات لسداد القروض، وهو ما يتعارض ويتنافى تماما مع سياسات وتعليمات البنك المركزي بضرورة وجود ضمانات مناسبة قبل عملية الإقراض. فالموضوع أكبر بكثير من مجرد عمولة موظف أو محفظة قروض لدى الجمعية كمؤسسة التمويل، لكنه نظام مالي قد يتعرض للخلل نتيجة هذه التصرفات غير المدروسة من جانب البعض. ولذلك أطالب إحاطة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة نظرا لأهمية الموضوع. محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري أفضل شخصية شابة حزبية. لعب محمد خالد القاضي دورا محوريا في قيادة حزب التحالف الوطني المصري نحو الابتكار السياسي وتوسيع قاعدته الجماهيرية، وتميز بحضوره القوي وقدرته على التواصل الفعال، مما جعله قائدا محترما بين أعضاء الحزب والمؤيدين، كما أن رؤيته الثاقبة وتفانيه في عمله قد أسهمها بشكل كبير في تحقيق أهداف الحزب. تتعدد إنجازات محمد خالد القاضي السياسية التي تعكس قدرته الفائقة على القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وقد شملت هذه الإنجازات تحسين صورة الحزب وتقديمه كقوة سياسية فعالة تسعى لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع المصري، كما لعب دورا كبيرا في تطوير برامج سياسية جديدة تستجيب لحاجيات المواطنين. كان تأثير القاضي على الشباب في الحياة السياسية ملموسا بشكل كبير، حيث استطاع إلهام جيل جديد من الشباب للانخراط في العمل السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بينهم. عمل بجد لضمان أن يكون للشباب صوت في صنع القرار داخل الحزب، مؤمنا بأهمية دورهم في تحقيق التجديد والتطور. عفوا. تتمثل السمات القيادية والشخصية لمحمد خالد القاضي في قوة الإرادة الحكيمة والقدرة على التفكير الاستراتيجي، ويتميز بأسلوب قيادي تشاركي يسري بيئة العمل ويحفز الآخرين على بذل أقصى جهدهم، كما يتسم بالنزاهة والشفافية في جميع تعاملاته، مما يجعله مثالا يحتذى به في الحياة السياسية. لعب محمد خالد القاضي دورا كبيرا في مساهمته لتطوير سياسات حزب التحالف الوطني المصري، وقد أكد على أهمية الابتكار والتفكير الخلاق في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية
عمل جاهدا على وضع استراتيجيات جديدة تسعى لزيادة العدالة والمساواة في المجتمع. تتمحور رؤية القاضي المستقبلية لحزب التحالف الوطني المصري حول بناء مستقبل أفضل لمصر من خلال السياسات التي تعزز النمو والتنمية المستدامة. يؤمن بقوة وبضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع المصري، ويسعى جاهدا لجعل حزب التحالف الوطني المصري رائدا في هذا السياق. انتظروا الحدث الكبير لحزب التحالف الوطني المصري، فرحة عروستنا لتجهيز 100 عروسة للفتيات المقبلات على زواج، مقدمة من الأمانة المركزية لحزب التحالف الوطني المصري في إطار مساهمة الحزب في مساعدة الشباب والفتيات في بدء حياة أسرية جديدة وإدخال البهجة والسرور على قلوب أهلنا في جميع المحافظات. آخر موعد لتقديم الطلبات الأحد الموافق 29/10/2024. تقدم الطلبات بمقرات الحزب المركزية في المحافظات والمراكز الحزبية والوحدات الحزبية التابعة للأمانة المركزية. شروط التقديم: أن يكون السن قد تخطى 18 عاما، لم يسبق لها الزواج، الأولوية لليتيمة الأبوين، إحضار صورة من قسيمة الزواج. تحدث النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري عن أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الموسعة الثانية لقمة البريكس، وأشار إلى أن كلمة الرئيس رسمت خريطة طريق توضح أولويات مصر في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة. وأوضح القاضي في بيان له أن الرئيس السيسي تطرق إلى مشكلات الديون وتكلفة التمويل المرتفعة التي تعيق الدول النامية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا يعكس وعي مصر العميق بالمخاطر الاقتصادية، ويضع إطارا واضحا للأولويات التي يجب أن تكون على جدول أعمال التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل الميسر والدعم الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن تجمع بريكس يمثل فرصة كبيرة لتشكيل قوى اقتصادية متنامية قادرة على تحقيق نمو عالمي وتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية والتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية وتنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات على الدول النامية. وأكد أن التجمع يسهم في تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية. وأشار رئيس حزب التحالف الوطني المصري إلى أن مصر تستفيد من تواجدها في تكتل البريكس، كونه يمثل قوة لجذب الاستثمارات وأبواب كبيرة للصادرات، وفتح الباب أمام تدفقات جديدة من الاستثمارات في السوق المصرية والأفريقية والعربية، والسماح بتبادل التوريد والتصدير بعملات الدولة الأعضاء في البريكس المحلية بعيدا عن الدولار، وهو ما يوفر سلعا عالمية بعملة محلية. إنجازات مشرفة خلال دورة الانعقاد الخامس بمجلس النواب بقيادة النائب محمد خالد القاضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني. نواصل العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين. أرقام تتحدث عن نفسها: 270 جلسة عامة تتناول القضايا الحيوية، 249 جلسة عامة تطرقت لمناقشة مشروعات قوانين حيوية، 60 جلسة للجنة النوعية والمشاركة الفعالة في الملفات الحيوية، 176 حضور باللجان النوعية لدعم القضايا الوطنية، 77 زيارة لمواقع مختلفة بما في ذلك دور المسنين والأندية لعمل جلسات حوار مجتمعي حول قانون حقوق المسنين، 40 زيارة لمواقع مختلفة بما في ذلك مملكة الدنمارك والسفارة الإيطالية بالقاهرة والمركز الأولمبي بالمعادي، 176 زيارة رسمية وميدانية لمناقشة قضايا الإعلام المحلي والدولي، 32 ندوات وفعاليات لتعزيز الوعي والمشاركة السياسية، 321 طلب خدمي تمت معالجته لضمان تقديم الدعم للمواطنين، 137 طلب خدمي تمت معالجته، 54 طلب خدمي تم إدراجه لمتابعة المشروعات المطلوبة، 20 أداة رقابية تم استخدامها لمراقبة أداة الحكومة، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في دعم الأنشطة الطلابية واتحاد الطلاب في المدارس والجامعات، مقرر عن لجنة التضامن في الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية المقرر الموقعة بين مصر ومنظمة التعاون الإسلامي، طلب إحاطة بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، إدراج أسماء بعض السجناء ضمن قوائم العفو الرئاسي، ظهور إعلامي مؤثر لتسليط الضوء على قضايا الوطن في 91 برنامج إعلامي، فتح حساب لتجمع تبرعات لحالة ضمور عضلات وتم فتح الحساب، وهذه ليست سوى البداية، التزامنا مستمر تحقيق التنمية والمساواة لكل مواطن. السيد النائب محمد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري يعتمد تشكيل محافظة الشرقية بناء على معارضة السيد الأمين العام المهندس اللواء محمد غازي وأمين التنظيم الأستاذ محمد الدغيدي.
حزب التحالف الوطني المصري الأمانة العامة قرر فصل عضو من حزب التحالف الوطني المصري وأحالته للنيابة العامة، وأحدثت الواقعة المتعلقة بالسيد بدر محمود بدر أحمد الذي تورط في الحصول على مبالغ مالية من المواطنين بدعوة إرسال دعم مجاني خاص بالتحالف الوطني ضجة كبيرة. وكانت هذه القضية خير دليل على الحاجة الماسة إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في الأداء السياسي. دور النائب محمد خالد القاضي دورا حاسما في الرد على هذه الواقعة، حيث قرر بحزم فصل السيد بدر من الحزب وإحالة أوراقه ومذكرة اللجنة القانونية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان هذا القرار مهما لإظهار جدية الحزب في الحفاظ على سمعته ومبدأ الشفافية. قائمة شباب هنبني الوطن بدأت من الجامعة وتحلم بالحكومة. تأسست قائمة شباب هنبني الوطن كفكرة بسيطة بين مجموعة من الشباب، وبدأت رحلتها في الجامعة، ومنذ انطلاقها كان لها دور بارز في المشهد السياسي المصري، حيث دعمت رئيس عبد الفتاح السيسي في حملته الانتخابية، وسرعان ما أصبحت هذه القائمة واحدة من العناصر الأساسية في العمل السياسي في مصر، محققة وجود ملموسا في الساحة السياسية. تسعى قائمة شباب هنبني الوطن برئاسة النائب محمد خالد القاضي إلى خوض انتخابات مجلس النواب والشيوخ في 2025 بجدية، معتمدة على عدد من المرشحين الذين يمثلون مختلف الفئات، مما يجعلها واحدة من القوائم الأكثر تمثيلا. شهدت القائمة مؤخرا نشاطا كبيرا في استقطاب شخصيات سياسية بارزة وقيادات من أحزاب مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قوتها وزيادة تأثيرها في الساحة السياسية. المتحدث الرسمي للقائمة أكد على أهمية تقديم رؤى واضحة وفعالة تسهم في تحسين الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد، كما شدد على دعمهم للرئيس السيسي ورؤيتهم لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب لتشكيل الحكومة. في نهاية المطاف تسعى قائمة شباب هنبني الوطن إلى تقديم خطط ورؤى متكاملة تسهم في تشكيل المستقبل السياسي لمصر، تكون لها دورا فعالا في العمل السياسي والمجتمعي. أصبحت مسألة التحقق من المعلومات أمرا حيويا في زمن السرعة والتطور الرقمي، حيث يمكن لخبر غير مؤكد أو شائعة أن تؤدي إلى تأثيرات كبيرة وسلبية على الأفراد والمجتمعات. النائب محمد خالد القاضي سلط الضوء على هذا الموضوع، وأكد على ضرورة التحري قبل نشر أي معلومات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر هذه المنصات بيئة خصبة لانتشار الشائعات. وأوضح القاضي أن الشائعات يمكن أن تكون أداة يستخدمها البعض لتعطيل مسيرة التنمية وتوجيه الرأي العام بشكل خاطئ، مما يستدعي وعيا مجتمعيا وحرصا من الجميع على مسؤولية الكلمة. كما أشار إلى مخاطر عدم التحقق من المعلومات، حيث قد يؤدي ذلك إلى تهديد العلاقات الاجتماعية وتقويض الثقة بين أفراد المجتمع. كما حذر من محاولات جماعات مثل الإخوان المسلمين استغلال الأخبار عبر الموثوقة لخلق التوترات. في النهاية أكد القاضي على ضرورة أن تتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وأن نكون واعين ومدركين لأهمية التحقق من الحقائق قبل نشرها. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.